السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم طلاب الخطة المنصة الأولى في مصر، طلاب الخطة الأوائل في مصر. وحشتوني من المرة اللي فاتت، مكملين مع بعض رحلتنا الشيقة جدا في تاريخ مصر. المرة اللي فاتت عرفنا واتكلمنا عن أول مرحلة عاشها المصري القديم، وهي عصور ما قبل التاريخ. عرفنا تفاصيلها وعرفنا الأدوات اللي كان بيستخدمها، وعرفنا قد إيه حياته صعبة، وإن عشان مصر تتكون وتوصل للشكل اللي احنا شايفينه، الإنسان المصري القديم عانى وبذل مجهود كبير جدا عشان يقدر يكون دولتنا مصر. شفنا ازاي ان هو كان عايش فوق الهضبة حياة صعبة جدا قائمة على التنقل والترحال، ما كانش عنده اي استقرار. وازاي لما نزل وادي النيل قدر يستثمر ويستغل كل الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاحها له، واستغل قدراته. انسان مجتهد مخلص محب لوطنه زي ما قلت لكم طول الوقت، وقدر يكون حضارة ابهرت العالم كله. عرفنا ازاي القرى اتكونت لما المنازل اترصت حوالين نهر النيل، وازاي ان القرية كانت بتتعاون عشان تقدر تتصدى لاخطار النيل. عرفنا برضو ازاي المدينة نشأت بعد ان زادت عدد القرى. ووصلنا لآخر حاجة لما القرى والمدن كتر عددهم ونشأت الأقاليم، وبدأت الأقاليم تتحد لحد ما جه ملك عظيم وحد أقاليم الشمال وأقاليم الجنوب، وكون أول دولة في التاريخ اللي هو الملك نعيرمر مينا. مكملين مع بعض إن شاء الله النهاردة الدرس الثاني من حياة المصري القديم، بس هناخد النهاردة العصور التاريخية. اتفقت معاكم يا سنة 5 إن أنا أول ما أقول لك كلمة تاريخ معناها كتابة، معناها إنسان توصل لوسيلة تساعده على تسجيل أحداثه. الدرس اللي فات إحنا عرفنا عصور ما قبل التاريخ. اتفقت معاك أول ما تسمع كلمة ما قبل التاريخ معناها قبل ما الإنسان يكتشف الكتابة. طب أنا النهاردة لما أدخل معاك في العصور التاريخية من عنوان درسك كده، معنى كلامي إن الإنسان لسه معرفش الكتابة ولا توصل للكتابة؟ فكر دقيقة. أكيد طبعا الإنسان قدر يتوصل للكتابة، وبذلك هتبدأ مرحلة مهمة جدا جدا من تاريخنا، وهي العصور التاريخية. تعال أنا وإنت نركب سفينتنا ونبحر في تاريخ مصر العظيم، ونشوف مرحلة العصور التاريخية دي ضمت إيه وإيه خصائصها وإيه إبداعات المصري القديم فيها، ونقول بسم الله. حياة المصري القديم العصور التاريخية. في عندنا زي ما اتفقنا أنا هكتب تاريخ، أنا توصلت للكتابة، فأنا كده هيظهر مهنة اسمها مهنة المؤرخ. وفي مؤرخ مصري مشهور قسم التاريخ الفرعوني أو التاريخ المصري القديم ل30 أسرة حاكمة أو 30 أسرة. أنا اتفقت معاك كلمة عصر أسرات أو أسرة معناها العائلة أو الأسرة اللي هتحكم مصر في مرحلة تاريخية معينة. المؤرخ مانيتون اسمه كده، معلش نكرره كم مرة معايا عشان ما حدش ينساه أو يتلخبط فيه. المؤرخ المصري مانيتون قسم التاريخ المصري القديم كله ل30 أسرة حاكمة. دي حكمت مصر على مدار 4 عصور تاريخية. طب يا مس فاطمة احنا هناخد ال30 أسرة؟ ده كتير قوي. أكيد لا، انت حضرتك هتاخد أهم الأسرات، الأسرة اللي كانت لها بصمة، اللي قدرت تكون حاجة، قدرت تنتصر، قدرت تبني زي ما هنشوف دلوقتي. فانت تاريخك الفرعوني او التاريخ المصري القديم كله 30 أسرة. مين اللي حدد لنا الكلام ده؟ المؤرخ المصري مانيتون قسم التاريخ المصري القديم ل30 أسرة حاكمة. في درس النهاردة احنا هنتكلم فيهم عن 4 عصور بالأسرات بتاعتهم، بس ما تقلقش ولا تتخض، احنا مش هناخد 30 أسرة، احنا هناخد بس أهم الأسرات. يلا بينا كده. العصور التاريخية كم عصر؟ فاكر لما قسمت لك عصور ما قبل التاريخ وكانوا 4 عصور؟ كمان عندي العصور التاريخية 4 عصور. يلا نبدأها كده واحد واحد، هنمشي كده من الشمال لليمين. أول عصر عندي العصر العتيق. هفهمك كل عصر اتسمى كده ليه وبيضم انهي اسر وايه الخصائص بتاعته. امشي معايا واحده واحده. خلينا بس نتفق في اللحظه دي ان العصور التاريخيه عندك 4 عصور. العصور التاريخيه 4 عصور، بتبدا بالعصر العتيق، ثم عصر الدوله القديمه، عصر الدوله الوسطى، وعصر الدوله الحديثه. تاني كده عندنا 4 عصور تاريخيه بدات منذ ان اكتشف الانسان الكتابه: العصر العتيق، عصر الدوله القديمه، عصر الدوله الوسطى، وعصر الدولة الحديثة. يلا بسرعة نركب آلة الزمن ونروح نشوف العصور التاريخية بكل تفاصيلها، ومش هتزهق وهتكتشف حاجات جديدة وشيقة قوي النهاردة. يلا بينا.
أول حاجة لازم نعرف يعني إيه أصلا عصور تاريخية، والسؤال يجي لحضرتك هنا إما ما المقصود أو اكتب ما تشير إليه العبارة. يعني الجملة اللي مكتوبة لك دي نوعين من الأسئلة بيجي فيهم، سؤال ما المقصود، لأن دي يا شباب أسئلة مفاهيم فهتجيلك بطريقتين، ما المقصود أو اكتب ما تشير إليه العبارة. ما المقصود بالعصور التاريخية؟ هي العصور التي بدأت بعد معرفة الإنسان إيه بقى؟ الكتابة. بعد ما عرف الكتابة تبدأ العصور التاريخية. طب استخدم الكتابة في إيه؟ الكتابة يا شباب هي الوسيلة المعتمدة من زمان لحد دلوقتي في تسجيل الأحداث بتاعتنا، تسجيل بقى حياتنا اليومية، ذكرياتنا، إنجازاتنا، الآثار بتاعتنا. فالكتابة هي وسيلة المصري القديم لتسجيل أحداثه، تسجيل حياته اليومية. يبقى تاني، ما المقصود بالعصور التاريخية؟ هي العصور التي بدأت بعد معرفة المصري القديم للكتابة واستعادته أو استخدمها في تسجيل أحداثه وحياته اليومية. تعال نشوف أصلا يعني إيه عصر العتيق. أعرف إيه عن العصور التاريخية دي يا مس فاطمة؟ أول حاجة تعرفها عن العصر الأسرات اللي بيضمها، يعني كام أسرة حاكمة حكمت في العصر ده. تمام كده؟ يعني أنا جبت دلوقتي العصر العتيق، أول معلومة أعرفها عنه هو بيضم كام أسرة حاكمة. اتسمى عتيق ليه؟ مين أشهر الملوك بتوعه؟ إيه أهم إنجازاته؟ ده حاجات كتير، لا مش حاجات كتير، ما تتخضش ما تقلقش، حاجات كلها هتلاقيها شيقة وهتسعدك إن أنت تعرفها. تمام. العصر العتيق، كلمة عتيق يا ولاد معناها إن هو قديم، قديم قوي، ده أقدم عصر لمصر، أقدم عصر للدولة الموحدة. أمال اللي قبله ده كان إيه يا مس فاطمة؟ كنا لسه ما توحدناش، كنا أقاليم وقرى ومدن وقبائل، لكن ما كانش فيه دولة موحدة. أول دولة موحدة هتبدأ عندي بالعصر العتيق. العتيق يعني أقدم حاجة. طيب إيه الأسرات اللي موجودة فيه؟ عندنا أسرتين بس، الأسرة الأولى والأسرة الثانية. الأسرة الأولى والأسرة الثانية. هو كان تاريخ مصر مانيتون قال عليه كام أسرة؟ ايوه اوعى تنسى 30 اسره، صح كده؟ احنا في العصر العتيق بيضم لي اسرتين، الاسره الاولى والاسره الثانيه. تعال نشوف اهم خصائص العصر ده، يلا بينا. يبدا العصر العتيق بالملك نعير مرمينا. حد فاكر نعير مرمينا عمل ايه؟ خدناها الحصه اللي فاتت، وهنراجع عليها كمان دلوقتي. الملك نعير مرمينا هو مؤسس اول اسره حاكمه، هو مؤسس الاسره الاولى. تمام كده؟ قدر يأسس الأسرة الأولى بعد ما وحد القطرين، يعني بعد ما وحد أقاليم الشمال مع أقاليم الجنوب في دولة واحدة، وحد مصر دولة واحدة، أسس أول أسرة حاكمة. هو طبعا الحاكم، وهو اللي موحد البلد. تمام كده؟ أسس الأسرة الأولى ووحد القطرين تخليدا لذكراه وتخليدا إن هو عمل عظيم. جاب لوحتين زي ما احنا شايفين كده ونقش عليهم انتصاراته على مملكة الشمال، سجل على اللوحتين دول الانتصارات اللي قدر يحققها على مملكة الشمال، وسمى اللوحة بتاعته دي لوحة نرمر. هي بالمناسبة لوحة واحدة بس هو جايب لك وشها وظهرها. تمام؟ اللوحة دي اسمها لوحة نرمر أو نعيرمر، نفس الحاجة، قلت لك الأسامي بتختلف بس في النطق، لكن هي نفس الشخص اللي احنا بنتكلم عنه. سجل انتصاراته على مملكة الشمال على لوحة نعيرمر. يبقى أول حاجة عملها وحد القطرين، أسس أول أسرة حاكمة. تمام؟ وعشان يخلد الذكرى بتاعته يعني ويقول ان هو اجمد جمدان انه قدر يوحد مصر ويهزم مملكه الشمال، سجل انتصاراته على مملكه الشمال على لوحه نعيرمر. طيب كده هو الملك، هو اللي موحد الدنيا، لازم بلده تبقى قويه، لازم يبقى عنده حكومه مركزيه، لازم يبقى عنده عاصمه يقدر يحكم منها كل مصر بشمالها وجنوبها. فعمل ايه؟ قامت في هذا العصر أقدم حكومة مركزية. يعني إيه يا أولاد حكومة مركزية؟ أنا شرحتها لكم قبل كده وهعيدها لكم بس باختصار. حكومة مركزية يعني مجموعة الوزراء اللي بيديروا البلد، بيراعوا مصالح المواطنين، يعني وزير الزراعة، يعني وزير المسؤول عن الري والفيضان، وزير الصناعة. دي معنى كلمة حكومة مركزية. أول بلد في تاريخ العالم كله، بلد موحدة يكون فيها حكومة مركزية، هي مصر. تمام كده؟ والكلام ده حصل بعد ما الملك نعير مرمينا قدر يوحد القطرين، عمل حكومة مركزية يقدر من خلالها يحكم الشمال والجنوب، يحكم الدولة الموحدة. طيب بعد ما عمل الحكومة المركزية أنا محتاج عاصمة أقدر من خلالها أحكم كل مصر، فالعاصمة بتاعته زي ما خدناها في الدرس اللي فات مدينة من نفر. طيب أنا عندي حكومة مركزية
وعندي عاصمة ودولة موحدة وأسرة حاكمة. الكلام ده كله ينفع يكون موجود من غير ما يكون عندك جيش قوي يحميه؟ طب ما انت ممكن بعد ما تعمل الكلام ده كله يجي مجموعة أعداء يهجموا على بلدك ويضيعوا اللي انت عملته. عشان كده كان من أهم يعني اهتمامات الملك مينا إن هو يكون عنده جيش قوي. فبعد ما عمل الحكومة المركزية وعاصمته من نفر تم بناء جيش قوي. ليه؟ بما تفسر، وبما تفسر اتفقت معاك يعني ليه؟ يعني لماذا؟ ليحمي البلاد. أيوة، مش بعد ما أعمل كل ده يجي عدو من بره يدمر كل المجهود اللي أنا عملته. تمام كده يا شباب؟ نقولها باختصار تاني. العصر العتيق بيضم أسرتين، أولى وتانية. الملك اللي مقرر على حضرتك فيه هو نعرمر مينا، وانت واخده من الدرس اللي فات. عمل ايه نعرمر مينا؟ ما تجريش، ركز معايا. أول حاجة وحد القطرين. قرر معايا، وحد القطرين. عمل عاصمة جديدة اللي هي من نفر. عمل حكومة مركزية لإدارة شؤون البلاد، وعمل جيش قوي عشان يحمي البلاد من الأعداء. وما نسيش نفسه عشان يسجل انتصاراته ويعرف الناس كلها إن هو ملك جامد. سجل انتصاراته على مملكة الشمال على لوحة معروفة باسم لوحة نعرمر. وبكده أكون خلصت الجزء الصغنطوط خالص بتاع العصر العتيق. ده أول عصر من العصور التاريخية. العصر اللي بعده اللي عليه الدور، تعالوا بينا نشوف. بص العظمة، بص الجمال، والله ما تعديها كده. يعني اوعى تكون جوه مصر وما شفتش اهرامها، عيب عليك. ده الناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تستمتع بالعظمه دي. العصر اللي عليه الدور عصر عظيم جدا، اوعى تسرح مني. اسمه عصر الدوله القديمه. عصر الدوله القديمه. طيب، اول حاجه تعرفها عنه الاسرات بتاعته. هو في العصر العتيق خدنا كام اسره؟ الاولى والثانيه. طيب، عصر الدولة القديمة بص كده معايا بيضم كام أسرة؟ من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة. تمام؟ دي الأسرات بتاعته. أول ما تسمع كلمة عصر الدولة القديمة، أنت إيه الصورة اللي قدامك دي؟ أهرامات، صح؟ عصر الدولة القديمة اتسمى بعصر بناة الأهرامات. تاني كده، أول ما تسمع كلمة الدولة القديمة على طول أوتوماتيك معنى كلمة الدولة القديمة عصر بناة الأهرامات. ليه؟ بما تفسر. يعرف عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات لكثرة ما تم تشييده من أهرامات. ومعلومة عشان بعض الطلبة فاكرين إن مصر ما فيهاش غير ال3 أهرامات دول بس. لا، الحقيقة مش كده. مصر عندها أهرامات تانية كتير. طب اشمعنى دول يا مس فاطمة اللي مركزين عليهم قوي يقولوا لك أهرامات الجيزة، ال3 أهرامات بتوع الجيزة؟ عشان دول الأضخم في الحجم، أكبر أهرامات. وهنشوف الكلام ده دلوقتي وإحنا بنشرح. اللي يهمني دلوقتي الدولة القديمة بتضم من الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة، من الثالثة لحد السادسة. طب ليه الدولة القديمة بما تفسر يطلق عليها بناة الأهرامات؟ اتسمت ليه بدولة أو عصر بناة الأهرامات؟ بسبب ما تم تشييده أو لكثرة ما تم تشييده من أهرامات. ما النتائج المترتبة على كثرة تشييد الأهرامات في الدولة القديمة؟ يبقى الإجابة هتكون إيه؟ يطلق عليها عصر بناة الأهرامات. تمام يا سنة 5. طب بس ما عملوش حاجة غير إن هم قعدوا يبنوا أهرامات؟ يعني من أول الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة قاعدين يبنوا في أهرامات بس؟ ما عملوش حاجة تانية؟ لا طبعا أكيد عملوا. تعالوا يلا بينا نشوفها. غير إن هم قعدوا يبنوا ويشيدوا في أهرامات، تميز هذا العصر بوجود حكومة مركزية. الله يا مس فاطمة، هي كانت موجودة أيام مينا. أنا عارفة إن هي موجودة من أيام مينا ونعرمر، بس المرة دي بقت أقوى. عارف بقى، بقت متمكنة، عارفة كل كبيرة وصغيرة في مصر، بقت مستقرة أكتر. تمام؟ يبقى أنا عندي تميز هذا العصر بوجود حكومة مركزية، وكمان بتتميز إن هي حكومة مركزية قوية. تاني كده يا سنة 5، عصر بناة الأهرامات الدولة القديمة من الأسرة الثالثة، برافو، لحد الأسرة السادسة. اتميز العصر دوت بكثرة تشييد الأهرامات، عشان كده الدولة القديمة بنقول عليها بناة الأهرامات. وكمان تميز هذا العصر بوجود حكومة مركزية قوية محدش يقدر عليها. طيب تعالوا نكمل ونشوف بقية خصائص الدولة القديمة. يلا بينا. دول أشهر ملوك الدولة القديمة. ما أنا قلت لك بقى احنا مش هناخد كل الملوك، هناخد الملوك الجامدين اللي عملوا أعمال عظيمة. طيب، أول ملك عندي اسمه
زوسر. معلش يا سنه 5 انا عارفه ان الاسامي النهارده كتيره ومش كلها سهله، بس انت جامد وهتركز مع مس فاطمه ومفيش اسم هيبقى صعب عليك. يلا بينا. اول ملك في الدوله القديمه اسمه زوسر. طيب تاني ملك معروف اسمه خوفو، تالت ملك خفرع. يلا بينا. زوسر عمل ايه؟ الراجل ده بقى له قصه كده صغنطوطه هقولها لك. ما عجبهوش ان المقابر بتاعته تبقى صغنططه، فقال انا هبني هرم مدرج كبير عشان لما اموت ابقى المقبره بتاعتي مفيش حد زيها، مفيش حد اتعمل له مقبره زيها. ما كانش يعرف ان اللي هيجوا بعده هيعلوا عليه وهيغلبوه. طب تعالى نشوف زوسر صاحب اول هرم في التاريخ. عمل هرم مش بشكل مثلث كده، لا عمله بشكل مدرج. بالتحديد دي حته مني ليك 6 مصاطب فوق بعض. قعد بقى يعني بصوا كان عندهم فراغ ازاي، قعدوا يبنوا لحد ما عمل هرم مدرج، وده صاحب اول هرم في تاريخ البشريه كلها. يبقى الملك زوسر صاحب اول هرم في التاريخ المعروف باسم هرم زوسر المدرج، عشان هو واخد الشكل المدرج ده يا سنه 5. تمام. صاحب اول هرم. كل اللي تعرفه عن زوسر انه بنى اول هرم في التاريخ ومعروف باسمه هرم زوسر المدرج. عدت سنين كتير وجي تاني ملك اللي هو الملك خوفو. قال له يعني انت عملت هرم مدرج فاكر ان انا ما اقدرش اعمل احسن منه؟ راح عمل الهرم الاكبر. وده بقى مش اي كلام، ده يا ولاد يعد احد عجائب الدنيا 7 القديم. نشوفوا الانبهار ويشوفوا العظمه قد ايه. صاحب الهرم الاكبر الذي يعد من عجائب الدنيا 7. يعني قال له يا زوسر ما تحاولش، انا اجمد جمدان، ما حدش هيعرف يغلبني. انت عملت اول هرم وعملت الهرم المدرج، انا هعمل الهرم الاكبر. فخوفو عمل الهرم الاكبر، وده سبب شهرة الملك خوفو. وعلى فكرة يعني الراجل ده انا بحبه لان مصر مشهورة بالاهرامات لحد دلوقتي بتاعته. تمام. بنى الهرم الاكبر الذي يعد احد عجائب الدنيا 7. جه بعده الملك خفرع. عمل ايه الملك خفرع؟ انا قلت لكم كل واحد بيجي بيعلي على التاني. تمام كده؟ ده قال له انا هبني هرم اوسط، مش بس كده، ده انا هعمل تمثال ابو الهول. امر بنحت تمثال ابو الهول. يبقى الملك خفرع عشان ما نتلخبطش فيه صاحب الهرم الاوسط وتمثال ابو الهول. قلت لكم الملوك مش هتتلخبطوا فيها لان كل واحد مميز. قولوا معايا. زوسر الهرم المدرج اول هرم في التاريخ. خوفو الهرم الاكبر احد عجائب الدنيا 7 في العالم القديم. خفرع بقى هرم وتمثال، ما هو محدش هيغلبني، الهرم الاوسط وكمان تمثال ابو الهول. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اشهر ملوك الدوله القديمه، وعرفنا الاسرات بتاعتهم، وعرفنا اهم الاعمال اللي هم عملوها. تعالوا بينا كده نشوف نهاية الدولة القديمة. ايه يا مس فاطمة ده كانت جامدة قوي. بحقيقي الدولة القديمة بناء وتشييد وتقدم ورقي واستقرار وكل حاجة، لكن الدنيا يا ولاد ما بتمشيش على طول حلو، يوم حلو ويوم وحش. هنوصل لنهاية الدولة القديمة. ليه انتهت؟ السؤال يجي لحضرتك هنا بما تفسر انتهى عصر الدولة القديمة. ايه السبب؟ بيقول لك ايه؟ انتهى عصر الدولة القديمة، هنيجي عند الحتة هنا ونروح قايلين بما تفسر على طول. ضعف الحكومة المركزية اللي كانت بتميزها. انا قلت لك الدولة القديمة الحكومة المركزية بتاعتها قوية ومستقرة، ما فضلتش قوية ومستقرة على طول، سرعان ما ضعفت. وأول ما الحكومة بتضعف اللي بيحصل انتشار الفوضى في البلاد. يبقى بما تفسر ضعف الدولة القديمة، ضعف وسقوط الدولة القديمة. السؤال ده أساسي معاك يا سنة 5، ركز من فضلك. ضعف وسقوط الدولة القديمة هتقول له بسبب حاجتين: ضعف الحكومة المركزية وانتشار الفوضى في البلاد. كمان مرة ضعف الحكومة المركزية وانتشار الفوضى في البلاد. آخر مرة ضعف الحكومة المركزية وانتشار الفوضى في البلاد. طيب خدها من مس فاطمة بقى، ودي مش بس للدول، ده دي للبشر. طول ما انت جامد وقوي واثق في نفسك محدش يقدر يقرب منك. اول ما بتضعف وبتنهار الكل بيهجم عليك، وده اللي حصل يا اولاد لمصر بعد ما ضعفت الدولة القديمة. هتعمل ايه؟ البلاد هتفضل ماسكه نفسها؟ لا، على طول يا معلم تعرضت البلاد لهجمات من الخارج. ايه ده؟ يعني تم احتلال مصر؟ تم احتلال مصر وتفككها ورجعنا ضعاف تاني، ولا حول لينا ولا قوه. تمام كده؟ يبقى لما يجي يقول لي ما النتائج التي ترتبت على ضعف الحكومه المركزيه وانتشار الفوضى، تعرضت البلاد لهجمات من الاخر، وما عادتش مصر دوله قويه ولا موحده ولا اي حاجه. وبكده هتكون انتهت الفقره الاولى
من الدرس بتاعنا النهارده، والفقره دي اتكلمنا فيها بس عن حاجتين: العصر العتيق والدوله القديمه. عرفنا الاسرات بتاعتهم وعرفنا الملوك بتوعهم واهم اعمالهم وخصائصهم. اوعوا تروحوا في اي حته، لسه عندنا فقرتين كمان جمال جدا. استنوني، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.